هي استراتيجية طموحة ترتكز على رؤية واضحة نحو تحقيق التميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتوجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وقد حظيت هذه الاستراتيجية بثقة واعتماد المجلس الأعلى للجامعات تقديرا لما تتضمنه من أهداف واضحة ومشروعات تنموية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعة محليا ودوليا. كما حققت جامعة المنوفية تقدما ملحوظا في التصنيفات الدولية بفضل ما تبذله من جهود لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، حيث جاءت الجامعة ضمن أفضل الجامعات المصرية في تصنيف التايمز الدولي وتصنيف الأورومتريكس العالمي وتصنيف كيو اس العربي للجامعات وتصنيف كيو اس للاستدامة وتصنيف شنغهاي، وهو ما يعكس مكانتها العلمية المرموقة وريادتها بين الجامعات المصرية والإقليمية والعالمية. ويأتي هذا التقدم نتيجة رؤية واضحة تقوم على الانفتاح الأكاديمي والتعاون الدولي، إذ عقدت الجامعة العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جامعات ومؤسسات بحثية دولية في مجالات التعليم والبحث والتدريب وتبادل الخبرات، بما يتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب فرصا متميزة للتفاعل العلمي والثقافي على المستوى العالمي. السادة الحضور، بدأت الجامعة تنفيذ خطة التوسعات الجديدة بمدينة السادات، وذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب ومواكبة التطوير المتسارع في منظومة التعليم العالي، وتشمل التوسعات إنشاء كليات واستحداث برامج أكاديمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب منشآت تعليمية وإدارية وخدمية مجهزة وفق أحدث المعايير، بما يسهم في تطوير بيئة تعليمية متكاملة. كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية، وبدأنا في تجهيز مقر للجامعة واعتماد لوائحها لبدء العمل بها في العام الدراسي القادم، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في الجامعات التكنولوجية التي تهدف إلى تخريج كوادر فنية مدربة ومؤهلة تأهيلا عمليا وتقنيا يواكب احتياجات الصناعة وسوق العمل المحلي والدولي. وفي إطار سعي الجامعة المنوفية نحو التميز المؤسسي والاعتماد الأكاديمي، أعلنت الجامعة هذا العام عام الجودة، تأكيدا لالتزامها بتطبيق معايير الجودة الشاملة والاعتماد المؤسسي في جميع قطاعاتها الأكاديمية والإدارية. وقد حققت الجامعة خطوات متقدمة في هذا الملف المهم، حيث وصل عدد الكليات التي حصلت على الاعتماد المؤسسي 6 كليات، وحصلت 6 كليات على اعتماد برامجي، بالإضافة إلى تجديد الاعتماد في بعض الكليات. كما تقدمت في هذه الدورة 11 كلية للحصول على الاعتماد، وجاري استكمال متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي خلال الفترة المقبلة. في إطار خطة الجامعة الطموحة للوصول إلى الاعتماد الكامل لجميع كلياتها، وتقدم الجامعة للاعتماد المؤسسي. هذا بالإضافة إلى اعتماد بعض المستشفيات الجامعية، وهي معهد الكبد القومي ومعهد الأورام ومنشأة سلطان، مستشفى منشأة سلطان من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أحد أهم معايير الجودة والاعتماد الطبي على المستوى القومي. كما شاركت جامعة المنوفية بقوة في جائزة مصر للتميز الحكومي، تأكيدا لالتزامها بمعايير الكفاءة والشفافية والتحول الرقمي والاستدامة، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لمنظومة التميز الحكومي وتشجيع المؤسسات على الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين. وقد نجحت الجامعة في تحقيق إنجاز متميز بصعود عدد من كلياتها إلى المرحلة الثانية من الجائزة، وذلك بعد استيفائها لمعايير التميز في الأداء الأكاديمي والإداري وتحقيقها خطوات بارزة في مجال التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل والخدمات